السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين في الشهر الكريم شهر رمضان المعظم. اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هنعمل النهاردة حاجة حلوة كده اللي هي البغاشة يا باشا. اول حاجة هنبدأ بيها اللي هي السيرب بتاعها. هنحط كوبايتين سكر على كوبايتين مية ونسيبهم على البوتاجاز 10 دقايق على بال ما العسل يجهز. هنعمل بقى المقادير. هنا كوبايتين دقيق، ومعايا كيس خميرة، ومعايا ذرة ملح ومعلقة سكر، وهنقلب كل المكونات الجافة دي مع بعضها. وهحط هنا نص كوباية زيت. هما طبعا كوبايتين دقيق لهم بيضتين. وبدوب بقى الحاجات دي بالاسباتيولا مع بعض كده، بقلبها كويس. وبعد كده هنحط البيضتين نربهم وعليهم فانيليا. نربهم كويس وننزل بيهم على الخليط اللي احنا ذكرناه قبل كده. بعد كده بقى يعني ايه، هنضيف كوباية مية ونبتدي نعجن. احنا هنعملها عجينة تقيلة شوية عشان نفردها على الرخامة. طبعا انا بلمها، لو هي تقيلة هزود حبة مية لحد ما احس ان العجينة بقت متماسكة حلوة مش بتلزق في الايد. طبعا انا بعجنها كده لحد ما احس انها بقت تمام. انا هزودها حبة مية كده. بصوا هي لمت معايا وبقت العجينة جميلة. دي كوبايتين دقيق. الكوبايتين الدقيق عملت الكمية الحلوة الجميلة دي. طبعا رمضان بيحب الحلويات. قلنا نعمل بقى مع بعض حاجة كده حلوة نحلي بعد الفطار. هنا طبعا هنسيبها شوية، هنغطيها ونسيبها شوية تختمر. وبعد كده هنبدأ فيها. طبعا احنا رجعنا للعسل، حطيت عليه عصرة ليمونة، واحط عليه كمان الفانيليا، واحط معلقة عسل كلوكوز. طبعا ان معلقة العسل الكلوكوز ما بتخليهوش يسكر، وبتدي للشربات قوام كده، وبتخليه حلو تقله شوية. طبعا خلاص احنا سيبناه 10 دقايق، هنرفعه وهنرجع بقى العجينة هي خمرت. العجينة خمرت اهو، نفضيها من الهواء وهقسمها 2. ابتدي اقسمها 2 وهفرد واحدة واسيب واحدة واحدة، هفردها ونشكلها. طبعا عشان ما تلزقش كده برش حبة دقيق على المفرش وحبة على العجينة، وابتدي بالعجلة كده افرد العجينة. هي طبعا عشان فيها طبعا خميرة وفيها بيض وبيكنج باودر. خدت طبعا معلقة بيكنج باودر على المكونات اللي انا كنت حطاها. هتنفخ معاكي وجميلة وطعمها لذيذ كده، ما تحسي انها ايه، طعم البغاشة يا باشا اللي بيدوق في البق. زي بلح الشام زي الزلابية، بس طعمها خطير. طبعا هنا بقطعها بالطول وبقطعها مربعات كده. عجينة صغيرة، انت عايزة تكبريها كبري، عايزة تصغري صغري. جبت قطعة صغيرة مدورة بقطع بيها مدور كده. دي اول ما بتحطيها في الزيت بتنفخ على طول. ما شاء الله عليها تحفة جميلة. طبعا هنا احنا قطعناها، بنلم بقى الحاجات اللي طالعة كده، وهنلمها ونعجنها تاني ونفردها ونعملها عجينة تاني. طبعا هنا قطعنا المدور وقطعنا المربعات. طبعا هنحط بقى الوok على البوتاجاز وننزل بزيت. طبعا لما يسخن كده، بس مش يسخن قوي، درجة الحرارة تبقى متوسطة. هنحط فيها بقى عجينة البغاشة. طبعا اول ما بتحطيها بتنفخ على طول عشان فيها البيض وفيها الخميرة والبيكنج باودر. اول ما تاخد اللون الذهبي بنقلبها على الناحية التانية. وطبعا احنا مجهزين العسل، هنطلعها ونحطها في العسل. طبعا هنا بدأت تنفخ اهو، تاخد اللون الذهبي. نقلبها على الناحية التانية. حاجة كده اخر طعامة واخر لذاذة. هي ما بتاخدش وقت خالص، بس اهم حاجة معاكي ان انتي ما تخليش النار عالية قوي عشان تستوي من جوه ومن بره. هتعلي والزيت يبقى سخن، هتحسي انها احمرت بسرعة ومن جوه عجين. فخلي النار تبقى متوسطة. طبعا طلعت اول طابق وحطيتها في العسل. شوفوا شكلها عامل ازاي، تحفة جميلة جدا والطعم خطير. برضو هننزل بباقي العجينة. الرغاوي طبعا اللي في الزيت دي طبعا من البيض. طبعا انا مهدية وبحط واحدة واحدة كده. وهي برضو ما بتاخدش وقت، مجرد ما بتحطيها مجرد ما بتنفخ وبتحمر. طبعا رمضان بيحب الحلويات، وكل سنة وانتم طيبين. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين حبايبي. هنا هنطلع بقى الطبق التاني ونكمل لحد ما نخلص اخر الكمية. طبعا لسه في كرة عجين تانية هروح لها تاني اهي.
وهنقطعها برضو كده على شكل وردة. جبت وردة كبيرة، بس الوردة دي هقسمها 2 يعني عشان ما تبقاش كبيرة قوي. انت حابة الحجم ده سيبيها، حابة تصغري، انا بحب الحاجات صغيرة يعني سيمبل. طبعا بعد ما قطعتها كده بنلم الهوالك اللي في النص بتاع العجين وبنعجنها تاني وبنشكلها. هنا طبعا بعد ما قطعت شكل الوردة بقطعها من النص. برضو هننزل بيها في الزيت بوريكم شكلها. طبعا الزيت ده يا جماعة ممكن تستخدميه بعد عشان طبعا في بيض وفي فانيليا في العجينة. ممكن تستخدميه مثلا في كيكة، يعني بتعملي كيكة ما ترموهوش، احنا ما بنرميش حاجة. هنا ده الشكل بعد ما طلعت، بص شكلها ذهبي وجميل ومقرمشة والطعم خطير. واتمنى الفيديو هنا لإعجابكم. سلام حبايبي.